السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلى حضراتكم، يا رب تكونوا جميعا بخير وسعادة وفي أحسن الأحوال. في البداية بتمنى نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضلا منكم وليس أمرا نعمل لايك للفيديو ده نوصل بيه لأكبر عدد من جمهورنا الحبيب. طيب، خلينا نبدأ معاكم الأول من عند حسام عبد المجيد، معلش، لأن الموضوع ده يعني عامل أزمة، والموضوع ده فيه لغز، واللغز ده خلال الساعات اللي جايه او الكام يوم اللي جايين هيبدا يظهر للناس، والحقيقه هتبدا تظهر، وهي كارثه ومصيبه في عقد حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد كل اللي احنا نعرفه والكلام اللي بيتقال ان عقده بينتهي مع نادي الزمالك بنهايه الموسم القادم، ولكن كانت الازمه والمشكله اللي اتسربت مع التسريب بتاع عقد حسام عبد المجيد، اللي مش عارف هو مزور ولا لا، ان حسام عبد المجيد اخر موسم ليه مع نادي الزمالك هو الموسم ده، والموسم اللي هو اللي جاي ده المفروض انه يكون بالتراضي ما بين الطرفين، وان حسام عبد المجيد ما مضاش على العقد ده. خلينا ننتظر ونشوف اللي حصل ده، لان من وجهة نظري شايف ان هو كارثه. طب ليه انا بقول الكلام ده؟ لان انا اتكلمت امبارح وفي الحلقه بتاعت الصبح ان بيراميدز مقدم عرض او بيتفاوض مع حسام عبد المجيد فعلا، وعاوزين حسام عبد المجيد. وقبل كده كنت اتكلمت وقلت ان الاهلي عاوز حسام عبد المجيد بالفعل. الاهلي فاتح خطوط مع حسام عبد المجيد، او بعض الوكلاء فاتحين خطوط مع حسام عبد المجيد ان هو يروح للنادي الاهلي، لان الاهلي عنده رغبه. ايوه، الاهلي عنده رغبه ان ياخد حسام عبد المجيد، زائد ان بيراميدز كمان داخل في القصه. طب هنا دور نادي الزمالك ايه؟ دور مجلس اداره نادي الزمالك ايه؟ واقفين بيتفرجوا، انت متخيل؟ طيب، الناس اللي هي طالعه بتشتم على حسام عبد المجيد، اولا انا هقول لكم حاجه، انا مش بدافع عنه، والحمد لله الناس اللي عارفيني وعارفيني من فتره طويله عارفين ان انا ما بطبلش لحد، وانا كان بقول كلمه حق، وهخليك انت تقتنع بالكلام اللي انا بقوله دلوقتي. الناس اللي طالعه تشتم حسام عبد المجيد، واي مقدم محتوى بيشتمش حسام عبد المجيد، كل المتابعين او اي حد بيدخل يشتمه. إيه انت ليه بتشتموش؟ ده خاين، ده عميل، ده مش عارف ايه. هقول لحضرتك حاجه، انا اطلع اشتم حسام عبد المجيد واطلع اهاجمه؟ مش هشتم، بس هطلع اهاجمه وهطلع بص اقول لك يا باشا جمده، يا باشا بص انفيه، يا باشا اعمل اللي انت عايز تعمله فيه. في حاله ان لو حصل جلسه ما بينه وما بين مسؤولين نادي الزمالك، والناس عرضوا عليه رقم محترم يليق بيه في ظل الارقام اللي احنا بنسمعها في الانديه واللعيبه والانتقالات والكلام ده كله، وحسام عبد المجيد رفض ان هو يجدد للزمالك، في الحاله دي انا معاك. اما لحد دلوقتي الناس داخل نادي الزمالك واقفين بيتفرجوا، لا اسمع لا ارى لا اتكلم، ويقول لك احنا موقفنا سليم، لسه عقده بينتهي بنهايه الموسم اللي جاي، يعني فاضل له لسه الموسم ده والموسم اللي جاي. طب يا جماعه انتوا قعدتوا معاه؟ لا، ليه؟ اصل مفيش فلوس. هل هنا من حق اي حد فينا ان هو يطلع يهاجم حسام عبد المجيد؟ ما هو مفيش لعيب هيطلع يقول لك يا قلب الزمالك، اصل الزمالك معلش يقول لك انا انتمائي للزمالك، هيوكل عيالي، هيوكلني، هيخليني اعمل اسره مش عارف ايه، مش عارف اركب احسن عربيه، اقعد في احسن فيلا، يبقى معايا رصيد في البنك، ابقى عندي مشاريع، ابقى. مفيش حد بيعمل الكلام ده، مفيش حد بيعمل الكلام ده. واحد هيقول لي يا عم ما الاهلي نازل خبط فينا، والاهلي مش عارف بياخد في لعيبتنا، والاهلي بيعمل والاهلي بيخلي. هقول لحضرتك حاجه، الاهلي لو خد اي لعيب من عندك ده عيب من مجلس ادارتك، اللي هو مش قادر يحافظ على لعيبته، ولا قادر ان هو يأمن لعيبته، ولا عارف ان هو يتفاوض مع لعيبته، وبيسيب اللعيب لاخر لحظه لما الامور خلاص تكون انتهت، ان اي نادي يقدر ان هو ياخده، اي نادي يقدر ان هو يتفاوض معاه. عشان تبقى فاهم، بص اتفرج شوف امام عاشور راح للنادي الاهلي ازاي. هل الاهلي خطفه منك؟ ولا انت اللي كرشته لما جالك قال لك انا عايز ارجع وانت قلت له لا روح خلص نفسك؟ طيب، هل بن شرقي الاهلي خده منك؟ ولا انت بعد ما كنت مخلص معاه مش عارف ب 700 الف دولار ولا بكام، وجي الكابتن احمد سامي قال لك لا انا هجيب كونراد مشالات مش عارف ايه بداله، اللي هو رفع علينا قضيه دلوقتي، وانت رميت اشرف بن شرقي؟
طيب زيزو، هل الاهلي خطفه منك؟ ولا انت حضرتك اللي سبته لاخر لحظه، لا بعته دخلت النادي 6 مليون دولار، ولا قدرت تجدد له، ولا قدرت توفي باي وعد من اللي انت قلته؟ فبالتالي خلاص اللعيب مشي من عندك. فانت يا حبيبي فكر بالراحه قبل ما تهاجم اي شخص، عشان الكلام اللي تقوله ما يتحسبش عليك قدام ربنا. ما يتحسبش عليك قدام ربنا. طب الاهلي عفوا يا جماعه، طب الاهلي ليه ما بيقدرش يعمل كده مع باقي الانديه؟ يعني الاهلي ليه ما بيقدرش ان هو يخطف لعيبه مثلا من الانديه وبتاع؟ عشان هم مأمنين نفسهم، بيقدروا يتفاوضوا، عندهم ال الحنكه وعندهم الخبره، وعندهم الصياعه في التفاوض. مش صياعه قله ادب، لا، في التفاوض. اما انت ما معكش فلوس تقعد مع الراجل، انت ما عرضتش عليه اي حاجه، انت ما اتكلمتش معاه في اي حاجه، خلاص في ازمه وفي مشكله. والمعلومه بالمناسبه ديت عند الاهلي وعند بيراميدز ان في عقد حسام المفروض ان هو بينتهي بنهايه الموسم ده. فانا الوم على اللعيب؟ لا، انا الوم على شويه الكسله العجزه اللي قاعدين عندي على الكرسي. للاسف دول اللي انا الوم عليهم. ده بخصوص حسام عبد المجيد. طيب خلينا اكلمك بخصوص احمد قندوسي والكلام اللي بيتقال ان الزمالك هيجيب احمد قندوسي. مش عاوز اعيد لك الكلام تاني. انت مش معاك تقعد مع حسام عبد المجيد عشان تجدد له، فازاي انت هتجيب قندوسي اللي النادي بتاعه كان شاريه وهو مصاب ومش عارف دفع فيه على ما اعتقد مليون دولار؟ يعني اقل حاجه هيبيعوا لك بمليون 800، 2 مليون، مليون ونص دولار. هل انت معاك الرقم ده تجيب بيه احمد قندوسي؟ طب الناس عاوزينه؟ الناس في الزمالك عاوزين قندوسي. اتكلموا معاه؟ لا. فانت اعقل الامور. انا بتمنى من اي حد بيشوف اي فيديو لاي مقدم محتوى حلل الكلام بتاعه. طب انا عندي ازمات وعندي مشاكل، اذا كان انا مش قادر اجدد لحسام عبد المجيد، يبقى هروح اجيب قندوسي اللي اقل حاجه هجيبه ب 2 مليون دولار؟ بالعقل. الناس عايزين، بس هل انت معاك تدفع الرقم ده لما تجدد لحسام؟ صح ولا كلامي غلط؟ طيب عاوز اتكلم بخصوص حامد حمدان، واتكلمت في الكلام ده امبارح وفي حلقه الصبح وهعيده تاني معلش، لان كل ما بعمل مثلا الحلقه بلاقي في كلام تاني جديد الناس بتطلع تتكلم فيه. وخلاص حمدان في الزمان يا باشا ماشي. انا اتكلمت وقلت لك، وصدقني قسما بالله انا بكلمك يعني وانا حزين على اللي بيحصل داخل نادي الزمالك، بس هي دي الحقيقه. حمدان عاوز الزمالك، حمدان كان عاوز الزمالك، ولو الزمالك خلص حمدان هيروح الزمالك. حمدان ماضي للزمالك بالمناسبه موقع، بس امضته ملاش اي قيمه طول ما انت ما خلصتش مع نادي بتروجيت بالمناسبه يعني. بس هل حد بيتحرك في قصه حمدان؟ طيب في مفاوضات شغاله وقلتها وهقولها تاني من ناس اهلاويه مع محمد حمدان. الاهلي ما دخلش رسمي، الاهلي ما دخلش في الصفقه رسمي، يعني ما دخلش في المفاوضات رسمي، ولكن الموضوع ده كله كلام شفوي. وحمدان ابدى رغبه ان هو ينتقل للاهلي. الكلام اللي اتقال له ايه؟ الزمالك عليه وبيه ومديونيات والفيفا ومش عارف ايه والكلام ده كله ومشاكل وازمات وما فيش مستحقات بتندفع واللعيبه ما بتاخدش اجورها والكلام ده كله، مش قادر يجدد لعيبته وايقاف كده وازاي هيجيب صفقات وانت هتفضل راكن كده. طب الاهلي بطولات كاس عالم للانديه، مش عارف دوري ابطال افريقيا، فلوس كذا 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 كذا. فحامد حمدان حسبها بفكر او بطريقه بقى اللعيب المحترف. لا انا ما فيش مشكله في الاهلي. يعني حامد حمدان ابدى رغبته ان هو يروح الاهلي. طب الاهلي دخل رسمي؟ لا، في المفاوضات. طب امتى؟ مصير حامد حمدان مع الاهلي مربوط باليو ديانج. الاهلي قدر يجدد لاليو ديانج، حامد حمدان خلاص. طيب الاهلي ما قدرش يجدد لاليو ديانج واليو ديانج مشي، والمعلومه اللي عنده انه بيراميدز عاوز اليو ديانج وعرض عليه ارقام كبيره، يبقى حامد حمدان هيجي. طيب المعلومه بقى الجديده اللي جات لي النهارده ان الاهلي بيفكر دلوقتي ان يخلص حامد حمدان، سواء اليو ديانج جدد او ما جددش. ما جددش ديانج يبقى حامد حمدان يجي في نص الملعب، جدد ديانج حامد حمدان يجي في الدفاع لانه بيلعب في المركزين. دي المعلومه الجديده. طيب اين نادي الزمالك؟ الناس قاعدين بيتفرجوا،
المجلس بتاعك قاعد بيتفرج على كل الفيلم اللي بيدور ده، والناس تخبط دماغها في الحيطه. عشان بس افهمك واعرفك الدنيا ماشيه ازاي. حبيت اطلع ارد على بعض الاسئله اللي الناس بدات تسالها لي على الخاص عندي على الفيس او على على الواتس، وانا قلت ارد عليكم بفيديو. هو ده السيناريو وده اللي داير داخل نادي الزمالك. تعبنا، اقسم بالله تعبنا، وخلاص الواحد بقى فاقد الامل في اي حاجه. حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد بيجي على نادي الزمالك، وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحد دمر نادي الزمالك ولو بكلمه، او بيدمر نادي الزمالك حتى لو بكلمه. شكرا لكم، السلام عليكم.